السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم ايه حبايبي مشتركين القناة؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة حلقة سريعة هنتكلم فيها عن طريقة هتخلي معانا الحمام يبيض مرتين في الشهر حرفيا، او ازاي نزود طرق الانتاج عند الحمام. بمعنى ازاي بقل عدد حمام شغال عندي في المكان اطلع منه كمية زغاليل كتيرة في اقل وقت ممكن. طبعا يا جماعة زي ما انتم عارفين، موضوع الحمام عشان يشتغل وينتج رقم واحد اهم حاجة التغذية السليمة. هي سر يا جماعة النجاح لمشروع الحمام، لان هي بترتب عليها حاجات كتيرة. اول حاجة يا جماعة التغذية السليمة المتوازنة بيترتب عليها مناعة عالية لفرد الحمام. تاني حاجه يا جماعه امراض اقل، فدي هتفرق معانا ان انت الحمام هتضمن ان هو يفضل شغال باستمرار. تالت حاجه يا جماعه هي يعتبر هي اساس المشروع، التغذيه المتوازنه يا جماعه هي اهم حاجه، هي رقم واحد انا شايفها. موضوع التغذيه والكلفه الكويسه عندك في المكان بالاضافه للتحديق الكويس. طيب طالما انت مهتم بالحمام والحمام بينتج عندك، طيب ازاي بقى نخلي القص بتاعنا الجميل اللي هو بينتج وراجل شغال كويس، الذكر ما بيروقش البيض والنتايه حنينه وبتحضن، ازاي نستفيد منهم وبالبلدي كده نخليهم يجيبوا اكتر عدد ممكن من الحصوات في خلال السنة؟ ازاي بدل ما نطلع منهم 10 قصوص في السنة لا ناخد منهم 15 قص في السنة؟ هي طريقة واحدة وطريقة سهلة وطريقة ما فيهاش اي حاجة. باختصار يا جماعة ان احنا هنفطم الزغاليل بتاعتهم على عمر 13 يوم او 15 يوم. هنبدأ نقطف الزغاليل من تحت الاهالي ونسيب الاهالي تبدأ تكون عش جديد، ويبدأ الذكر يكسر النتاية تاني ويبدأ يكونوا حصويتين كمان ويبدأوا يبيضوا. تمام، يبقى انا بعمل ايه؟ بقطف الزغاليل من تحت الاهالي على عمر اسبوعين، وانا من الناحية التانية ببدأ ان انا ااكل يدوي الزغاليل اللي طالعة. في اكتر من طريقة لتأكيل الزغاليل، ممكن عن طريق العلف، علف الدواجن، علف التسمين، تمام، وممكن عن طريق الميكسات اللي هي بتتباع في الاسواق، سواق الطيور، الناس اللي بتنزل الاسواق او بتلاقيها عند دكاتره بيطريين. تمام، او ممكن يا جماعه ان انت بعمليه بسيطه كده بعيش ناشف على ميه، على ذرة عويجة، على الحاجات دي، على العلف، تعمل انت ميكس بسيط وانت بتاكل الزغاليل بتاعتك. تمام، بسرنجة او بزغاطة للزغاليل. والحاجات دي كلها معروفة دلوقتي، الحاجات دي مبقتش اسرار. فهي دي الطريقة يا جماعة اللي انا يعتبر شغال بيها. بس انا عايز انوه يعني اعرف حضراتكم على حاجة مهمة، ان الطريقه دي يا جماعه ما بتنفعش غير مع الحمام البلدي او مع الحمام اللحم او الحمام اللي عامه هيتذبح. ليه؟ لان انت يعتبر كده انت بتسمن الزغلول. ما انت بتقطف الزغاليل من تحت اهاليها على عمر 15 يوم وانت بتبدا تاكلهم عن طريق التصغيط، فانت كده بتسمن الزغلول، بتديله علف وبتديله عيش وبتديله ذره وبتديله كل الحاجات دي، فبتنفخ الزغلول. فانت الفرد معاك هيتذبح. يعني انت بالطريقه دي يا جماعه ان انت يعني اخرة الزغلول دوت اخرته الذبح او البيع لتاجر يذبحه. طيب لو انت بقى عايز ان انت تربي الزغاليل دي او تفرخ منها في المستقبل، او الزغاليل دي زينة، او الزغاليل دي زواجل، او اي نوع من الحمام الغالي، يبقى انت النظام ده مش هينفع معاك. يبقى انت عليك وعلى التحضين. ايه هو نظام التحضين؟ زي ما قلت لكم برضو قبل كده، لو انت مثلا عندك 3 4 قصوص بينتجوا وبيضين، وفي نفس الوقت ممكن تخلي كل جوز منهم بدل ما هو يرقد على حصويتين، لا نخليه يرقد على 3 حصويات ويأكل 3 زغاليل بدل ما يأكل زغلولين. تمام، يبقى انا كده بوزع البيض عندي. لو انا عندي 6 بيضات من 3 قصوص، لا انا اخلي قصين منهم ده راقد على 3 بيضات وده 3 بيضات، وادانا بدي فرصه للقص تاني شغال ان هو يجمع حصويتين اسرع بوقت اسرع. يبقى انا كده يا جماعه بالبلدي كده انا بكسب بنسبة يعني 100%، ان انا اخلي 3 قصوص يطلعوا لي 4 تجواز في وقت قليل. وبعمل العملية دي بالتبادل، ان انا بريح شوية الجوز ده وادخل على الجوز التاني واريح الجوز، هكذا. انتوا يا جماعة بتبقى ايه العملية؟ تبقى ايه؟ مش مكنة هي بالبلدي كده، مش هحلب الحمام، لا انا بريحه شوية وبخليه ينتج شوية وبضغط عليه شوية. هي بترجع برضو للخبرة وبترجع لعمر الحمام وبترجع للخصوبة العالية للنتي للذكور عندك. تمام، وبترجع للإمكانيات اللي عندك. بس أنا شغال بالطريقة الأولى، هي بتاعت فطم الزغاليل،
ان انا على عمر 15 يوم بقف رز غليل من تحت الاهالي وانا باكلها يدوي، فبالتالي بسرع عمليه الانتاج، بدي فرصه ان الحمام يحصل تاني بعد فتره كمان بعد 10 ايام، يبقى انا في 25 يوم او انا في شهر بقدر اخد من الجوز الواحد 4 حصويات. فكده مفيش احسن من كده. تمام. فهي العمليه دي بس بشرط اهتموا يا جماعه بالكلفه واهتموا بالتحديق، ويكون الحمام صحته كويسه، وتكون انت مدي الحمام حقه. وفي النهايه العمليه كلها رزق ربنا، والعمليه في الاول وفي الاخر هي اجتهاد، والعمليه برضو مش بالعافيه. تمام. هو ناس ياما ناس مش فاهمه وربنا كرمها باحلى حمام وباحلى سلاله، وناس والله عامله العمايل وصارفه على الحمام وبتكلفها نفسيها وربنا مش مراضيها. فهي العمليه رزق، والعمليه في الاول وفي الاخر يعني هي اجتهاد منك. وبتمنى لكم رب الخير، وكل سنه وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.